اهلا يا بنات، انا دعاء. النهارده ان شاء الله الفيديو هيكون عن وصفه حلوه قوي عشان تفتحي بيها مناطق غامقه، زي مثلا المناطق بتاعه المفاصل او العقل اللي هي في الصوابع. تمام، زي اللي فوق واللي تحت دي، او حتى هنا. وكمان ممكن تنفع لايدك كلها، سهله، مكوناتها بسيطه ومش مكلفه. اول حاجه هنحتاج معلقه من عسل النحل. عسل النحل اساسي في اي وصفة تفتيح زي ما قلنا، لان هو مرطب وكمان بيجدد خلايا البشرة، فبيساعدك اكتر ان انت بسرعة الخلايا الداكنة الميتة الغامقة تستبدليها بحاجات طبعا، او خلايا افتح. هنحتاج بعد كده معلقة من كريم نيفيا. طبعا انتوا عارفين ان انا ما بحبش استخدم الحاجات اللي هي التجارية على قد ما بقدر، لكن نيفيا هنا احنا محتاجينه بس وقت ما نعمل تفتيح للمنطقة اللي احنا محتاجينها. فمش هستخدمه على طول، وهو مفيد قوي في الوصفة دي لانه مرطب عالي، من المرطبات العالية او اللي هي بترطب بعمق، ترطيب عالي. تمام، هنحتاج منه معلقة واحدة زي ما بقولك، ونقلبها كويس قوي مع العسل. ما تنسوش اكيد لازم تضغطوا على لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لبنات كتير بنية الافادة. وكمان اشتركوا في قناتي دعاء محمد على اليوتيوب عشان تتابعوا ان شاء الله كل الفيديوز الجديدة. اخر مكون هنحتاجه هو عصير الليمون، هنحتاج معلقة واحدة. بصوا انا هنا زودت عن المعلقة عشان هي اساسا الليمونة صغيرة خالص وانا خدت نصها، لكن انتي لما تيجي تعملي اعملي معلقة واحدة بس. وهتلاحظي ان لما تيجي تقلبيهم عشان وجود الليمون الكريم هيفصل شوية، مش هيبقى متجانس وكريمي كده. مفيش اي مشاكل، انتي قلبيها كده. وبعد كده هنستخدمها باننا هناخد منها من الخلطة دي كلها كده على بعضها، الكريم مع السوائل اللي حواليه، ونحط على المناطق الغامقة. على فكرة يا جماعة الوصفة دي فعالة جدا وهتبان تأثيرها من أول مرة. ممكن تستخدميها كمان للمناطق السوداء خالص، زي مثلا الركب اللي هي الأكواع، أي منطقة ناقصها ترطيب والغمقان اللي فيها نتيجة قلة ترطيب ونتيجة يعني ممكن شمس أو كده، هتأثر معاها. اهو بصوا زي ما قلت لكم فصل ازاي، مفيش برضو اي مشكله. هوريكي دلوقتي وانتي بتستخدميه ان احنا هنستفاد من الخلطه كلها. اول حاجه هوزعه على المناطق اللي انا عايزاها زي ما قلتلك، اللي هي العقلات بتاعه او المفاصل بتاعه الصوابع. بعد ما اوزعه في الحتت اللي انا عايزاها كلها، هعمل تدليك بايدي بحيث ان انا اساعد في الامتصاص. هعمل حاجتين بعد ما اوزعه. اول حاجه ان انا هعمل تدليك بايدي لحد ما احس ان هو جزء كبير منه امتص من البشره. وبعد كده هجيب، عارفين البلاستيك الغذائي اللي هو اللي بيلفوا بيه الجبن والحاجات دي، اللي هو في السوبر ماركت اللي انت بتلفي بيه الاكل او اي حاجة، ده اللي هو البلاستيك الشفاف خالص اللي بيكون بيلزق ده. هلفه على المناطق دي، كل عقلة كده اخدها الف عليها بلاستيك غذائي. تمام، بحيث ان انا اعمل حرارة في المنطقة وفي نفس الوقت اساعد ان الوصفة تمتص، عشان دي نقطة مهمة. واسيب البلاستيك ده، طبعا انا مش هعمله عشان الفيديو لان هيكون صعب ان انا اصوره واقعد بيه فترة طويلة. لكن انتي اعمليه في البيت، حطي البلاستيك الغذائي ده وسيبيه، او سيبي الوصفة على ايدك لمدة ساعتين. مهم قوي الوقت ان هو يكون كبير بحيث ان انا افتح حتى من مرة واحدة تعمل معايا تأثير. تمام. يبقى الخطوات زي ما قلنا ان احنا هنعمل الاول تدليك كده بايدينا لحد ما الوصفه تمتص معظمها. بعد كده هنلفه ببلاستيك غذائي. بعد كده هنغسل ايدينا كويس. وبعد كده نرطب برضو الايد او المنطقه اللي احنا عاملينه فيها زي الكوع، الركب، او اي حاجه. هنرطبها برضو بكريم نيفيا. كريم نيفيا من الحاجات اللي بتفتح البشره نتيجه ترطيب عالي، نتيجه ان هو ترطيبه عالي. هنستخدمه بس وقت الوصفة. استخدميه طبعا على حسب درجة الغمقان. ممكن مرة في الأسبوع لو الغمقان مش قوي، ممكن مرتين أو 3 أو 4 لو عندك إسمرار لدرجة إن هو بقى لونه أسود. بس كده وكرريه، هتعمل معاكي فرق تدريجيا ومن أول مرة هيبان النتيجة زي ما انتي شايفة كده. أتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم. متنسوش تشتركوا في القناة وكمان اضغطوا لايك للفيديو. وسلام، الفيديو الجاي إن شاء الله.